بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو في بداية هذه الندوة أن نقرأ فاتحة الكتاب ترحما على شهداء تونس وشهداء الثورة التونسية والثورة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين. نستمع الآن إلى النشيد الوطني التونسي. بداية أن أرحب باسمي وباسم ناشطي الجمعية التونسية لدعم فلسطين بهذا الحضور الكريم، وأرحب باسمكم جميعا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الحاضرين معنا، كما أرحب أيضا بممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية. يعني هذه الندوة أردناها مساهمة من الجمعية التونسية لدعم فلسطين في الاستحقاق السياسي الذي تمر به البلاد، والذي يتمثل في كتابة الدستور الذي يأتي نتاجا لهذه الثورة، حتى تكون هذه الثورة في الاتجاه الصحيح وتقطع مع كل أشكال التآمر والخيانة للنظام السابق، وحتى تزهر هذه الثورة في فلسطين في هذا الوقت الحرج الذي تمر به القضية من خلال الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المسجد الأقصى وعلى الأسرى، ومواصلة سياسة تهويد القدس والاستيطان وضرب وتهديد بضرب المقاومة في غزة، وفي وضع دولي تنتهك فيه المقدسات الإسلامية ويدنس فيه المسجد الأقصى وتدنس فيه سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أردنا من خلال هذه الندوة أن نطالب المجلس الوطني التأسيسي بتبني مطلب الشعب التونسي بتجريم التطبيع صراحة مع الكيان الصهيوني في الدستور، وسنبحث مع ضيوفنا الكرام هذا المطلب على المستوى السياسي والأخلاقي والقانوني. كما أريد أن أرحب أيضا بجمعية دار اليتيم، جمعية دار اليتيم الفلسطيني من غزة. ثلاثة أخوة قدموا إلينا من غزة، هم الأخ أبو الخليل ومطيع أبو مصبح والأخت ولاء أبو مصبح، وهم من جمعية دار اليتيم الفلسطيني لكفالة أبناء الشهداء. فمرحبا بهم في تونس. زيارتهم تكون معناتها ضمن تعزيز علاقاتهم بالجمعيات التونسية من أجل دعم المتواصل لإخواننا في غزة، ومن أجل كسر الحصار على غزة على المستوى كفالة أبناء الشهداء والدعم لأبناء الشهداء. معناتها هم كان من المقرر أنه 8 أطفال من أبناء الشهداء باش يشاركوا في مخيم صيفي، لكن نتيجة الحصار ونتيجة التجويع الظالم على القطاع يعني تم إلغاء المخيم. ربما في مرات قادمة إن شاء الله باش يصير المخيم هذا لأبناء الشهداء في تونس، معناتها بالتنسيق مع المنظمة التونسية للطفل هي التي دعتهم إلى تونس. في البداية سأبدأ بإعطاء الكلمة إلى الضيوف الكرام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ثم ممثلي الجمعيات والمنظمات التونسية. سأبدأ بالأخ أحمد السافي إلى أن يلتحق بنا بقية الأعضاء. عداءنا لهذه الصهيونية المقيتة، وما يمكن يكون ذلك مؤسسا إلا ما يقع التنصيص على مبدأ تجريب التطبيع. يعني أي اللي هو مهادنة للعدو الصهيوني أو الاقتراب منه أو التعامل معه كما تعاملت فيه النظام التونسي، باعتبار أنه ليس هناك أي نص دستوري يمكن أن يجرم الاعتداءات أو أشكال التطبيع، هذا مما تمكن السلطة التونسية سواء في العهد بن علي أو عهد بورقيبة باش تبني آليات وتبني قناصل ممثلين لها وتبني علاقات تطبيع أدت يمكن الجماهير العربية في كثرة مرة وخاصة الجماهير في تونس أنها انتفضت وعبرت عن غضبها واحتجاجها. وبالتالي اليوم التنصيص مرة أخرى عليه هذا راهو قطع بالسياسة القديمة التي تعاملت مع العدو الصهيوني، تعامل مع الكيان هذا الغاصب
اليوم هناك من يطرح سؤال: ما هي الجدوى من التنصيص على مبدأ التجريب التطبيع؟ التنصيص هنا الجدوى راهي فقط هي فيها هذه الإيحاءات التاريخية، فيها وفاة للثورة التونسية، وفاة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر العتاق، وهي إدانة مباشرة وصريخة بعد الثورة العربية. الثورات هذه اللي وقعت في المجتمع العربي، في الشعب العربي، أن هذه ثورات اليوم جد تحمل قيم وتنتصر للقيم، وبالأساس قيمة القيم التحرر الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر العتاق. بسم الله. الشعب يريد تجريد التطبيع. الشعب يريد تجريد التطبيع. الشعب يريد تجريد التطبيع. نعم نعم نعم. أرجو البداية يستمعوا. شكرا. نعم. عالمية مع الكيان الصهيوني واللي تمرر النجمة السداسية في لوائح المجلس التأسيسي. اليوم هو جاي يفرض الوحدة الصهيونية والحكومة هذه. شكرا أرجوكم. يزيم المزايد. ماذا يقول هذا الشقي؟ ماذا يقول هذا الشقي؟ ماذا يقول هذا الشقي؟ أرجو بلاي نقعد يعيش بلاي نقعد. ندرك حرصكم على القضية وندرك النخوة في قلوبكم وفي نفوسكم، لذا ندعوكم للاستماع لدينا ما نقوله إليكم. نرجو من حضراتكم التزام الهدوء حتى تسير الأمور على ما يرام. ندعوكم إلى الجلوس، لدينا ما نقوله إليكم. وواصل أقول بسم الله والحمد لله. وما وقع منذ حين فعلا يؤكد مرة أخرى على أن عملية الفرز في هذه الثورة وفي هذه البلاد لم تقع بعد، وأن كم من أفراد أو فئات يتلبسون بشعارات لكنهم يمارسون عكس تلك الشعارات. وحضورنا اليوم معكم فقط إجلالا للقضية الفلسطينية التي أقول أن لا يستطيع أحدا أن يزايد على تمثلنا لهذه القضية بأنها جزء منا. وشخصيا منذ كنت طفل، وهذه التظاهرة التي وقعت اليوم تذكرني في سنة 69 لما كانت القضية الفلسطينية، ولما من يتحدث عنها في سنة 69 كانت جريمة، وكان أول اعتقال تعرضت له لما كنت تلميذ في معهد 15 نوفمبر كان على خلفية القضية الفلسطينية وزيارة روجرز إلى هذه البلاد. حقيقة آسف لهذه المزايدات، آسف لهذه المزايدات، لأنها لا تنطبق على الحال، لا تنطبق سواء على محدثكم، ولا تنطبق على الحزب الذي ينتمي إليه، ولا تنطبق على المواقف التي سجلها لما كان هؤلاء ما زالوا رضعا. وللأسف حقيقة شيء يدمي القلب، يدمي القلب أن أجد مثل هذه المظاهر اليوم.
عملاء الإمبريالية، نحن عملاء الإمبريالية، لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم نعم نحن ملتزمون، نحن ملتزمون ولا تزايدوا، وبالتالي أن كتلة المؤتمر بالجمهورية، وأنا مضطر هنا، كتلة المؤتمر بالجمهورية هي من دعاة أن يتضمن العمل الدستوري وعمل المجلس التأسيسي بند تجريم التطبيع. وأنا شخصيا كتبت في أوت العام الماضي في جريدة الشروق، وقلت ورددت على كل الأسباب التي يتذرع بها البعض من القانونيين من أساتذة القانون الدستوري، وبوصفي أستاذ في القانون الدستوري بينت أنه لا وجود لأي مانع في دستور تونسي يتضمن بندا خاصا لتجريم التطبيع، لأن هذا الموضوع يتعلق حسب رأيي بمفردة من مفردات استكمال الثورة التونسية. لأن تونس إذا كان رأينا هذا الاستبداد الذي استمر منذ سنة 56 إلى اليوم، فقد كان في علاقة، وهناك علاقة شديدة مع الصهيونية والمؤامرات الصهيونية. ليش في الدستور؟ كما قلنا المعركة الحقيقية هي في الدستور، لأن إذا كان احنا متفقين وانت صادق أنك ما تفكرش باش تطبع مع إسرائيل، إذا شو المانع باش تحطه في الدستور؟ تقول لي الدساتير الأخرى راهي ما فيهاش، نقول لك احنا عملنا ثورة، والدستور هذا التونسي يكون دستور تونسي يتخلق من الأرض التونسية، وبالتالي ما فماش قواعد يلزم دائما نحترمها كي نضع الدستور. ولذلك أنا نقول يعني نقطة الفصل اليوم، الفرز اللي نحكي عليه منذ حين هو يتموقع هنا، يتموقع هنا، وإن شاء الله نوصلوا في المجلس التأسيسي باش نضعوا هذا البند. والقضية كما قلت مش قضية ناس تقول لك لا أنا مع التطبيع، لا تقول لك ما يجيش في الدستور، وكي ما يجيش في الدستور دونك مش تولي الأمور ما عملنا شيء. ولذلك احنا لازم نعملوه في الدستور، ويلزم القوى، ما نقولش قوى اللي تحب فلسطين. راني أنا ما نشوفش الصهيونيين خاطر حب فلسطين، صحيح حب فلسطين جزء عربي، لكن أنا أمني في تونس، أنا الحرية في تونس، منع الاستبداد في تونس، راهو ما يكون الا بالعداء وقطع دابر اي امكانيه للصهيونيه باش تدخل تونس. يعني هذا هو. الحمد لله القائل في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الخلق اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد الذي آخى القلب بالقلب وفتح للخير كل درب، وهو الذي أرسى دعائم الأخوة قبل بناء الدولة الإسلامية، وأوجب الجهاد على كل مسلم إذا تعرض شبرا من بلاد المسلمين للاحتلال. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بداية وقبل كل شيء أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوانكم في جمعية دار اليتيم لرعاية أطفال الشهداء في غزة في فلسطين، وعن الشعب الفلسطيني عامة، نتقدم بالشكر الجزيل، شكرا يتخطى كل المعاني والكلمات، للإخوة في الجمعية التونسية لدعم فلسطين القائمة على هذا المؤتمر خاصة، وللشعب التونسي العظيم عامة، الذي منذ أن وطئت أقدامنا أرض المطار ونحن نشعر بحضور القضية الفلسطينية في قلوب إخواننا من الشعب التونسي بمختلف شرائح الشعب ومختلف شرائح المجتمع. هذا الشعب العظيم الذي لا يمكن لأي شخص أن ينكر دوره في دعم القضية الفلسطينية وفي احتضان الشعب الفلسطيني ودعم إخوانهم الفلسطينيين. ونشهد الله عز وجل أننا قابلنا أشخاصا لا نرى فيهم إلا امتثال قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يدعمون إخوانهم الفلسطينيين وهم
في أشد الحاجة، وهم في أشد الحاجة للدعم. وعلى هذا أحبابنا الأفاضل، نحن نطمئنكم أننا في فلسطين جهادنا ماض ومسيرتنا للتحرير ماضية، لن نستسلم، لأننا نعلم أننا ندافع عن كرامة أمة كاملة وعن عزة أمة كاملة عظيمة تشعر بعزتها وكرامتها. وإننا لنشد على أيديكم في هذا المؤتمر، ونشكر لكم جهدكم وخطواتكم على هذا المؤتمر الذي يجرم التطبيع مع الاحتلال الغاصب الإسرائيلي. شكرا لكم، شكرا لكل من استضافنا، وشكرا لكل من عاوننا من كل الجمعيات والأطر في المجتمع التونسي، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باسم الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع الصهيونية، أتقدم بهذه الكلمات البسيطة لدعم البند تجريم التطبيع في الدستور المقبل لتونس. طبعا وفاء لشهدائنا، شهداء الأمة وشهداء تونس وشهداء تونس من أجل فلسطين الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحرير هذا الوطن الغالي، فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر. طبعا بعجالة نظرة لتاريخ الشعب العربي في تونس ونضالاته من أجل هذه القضية المركزية تحيلنا إلى قوافل المتطوعين والشهداء الذين رحلوا أو كانت فلسطين شدوا إليها الرحال وشدوا إلى الأقصى الرحال منذ غزاء الصليبيين أو الصليبيون الشام وفلسطين وبيت المقدس، حتى أن ابن صلاح الدين الأيوبي أوقف أراضٍ للمغاربة الوافدين من المغرب العربي، وما سمي بعد بحي المغاربة، والذي داسه العدو الصهيوني سنة 67 وهدمه، كتعبير منه على هذا الحقد بين اللحمة التاريخية بين أبناء الوطن مغربه ومشرقه. أثبتوا علماء الآثار أنه ليس لليهود أي أثر تاريخي يثبت وجودهم في فلسطين التاريخية، فهم عابرون وهم اليوم معتدون ومستوطنون وأخذوا ما ليس لهم. طبعا بعجالة الحركة الصهيونية تخترق بعض مكونات المجتمع العربي مثل الأقليات كالأقباط في مصر، جزء من الأقباط لا محالة، الأقباط الوطنيون يتظاهرون ضد الأعداء مع إخوانهم المسلمين، وكبعض الإمازيغ في المغرب العربي وهم قلة قليلة الذين يكونون احتياطي للحركة الاستعمارية للاستعمار الفرنسي، والتي ربطتهم بالأكاديمية البربرية منذ سنة 67 وأقامت مؤسسات إمازيغية مخترقة اليوم من الكيان الصهيوني ومن الحركة الصهيونية. واللي اليوم ما يقفش من أجل تحصيل المشروع الوطني وعناوينه معروفة، من أجل فضح أعداء الثورة، اللي يقف معهم اليوم ويردد نفس خطابهم ويتمترس معهم في نفس الخندق نقابيا، وفي نفس الخندق اجتماعيا، وفي نفس الخندق إعلاميا، فلن يخدعنا عندما يقول أنه يناهض التطبيع. وأنا أقول إذا كنت وقحا فاصمت، لأن التاريخ نعرفه بالتفصيل. وللأسف أن أجد اليوم ناس عم تتحدث على مضامين مناهضة التطبيع، وتخلينا نحكيه على مضامين مناهضة التطبيع في خياراتنا الاقتصادية وفي خياراتنا الاجتماعية، اللي هو جوهر النقاش اللي قاعد داير في البلاد الآن، وداير في المجلس الوطني التأسيسي، وداير يا سيدي حتى في حكومة الوحدة الوطنية اللي حبوا أم حبوا وكرهوا من كرهوا. ستكون حكومة نجبرها، حتى إذا كان هي ترددت وتلعثمت وحبت تحسب الحسابات الدولية، سنجبرها من موقع الانحياز إلى المشروع الوطني، سنجبرها أنها تناهض التطبيع،
أما أنتم الذين تصبون الماء في طاحونة أعداء الثورة وتقفون جنبا إلى جنب معهم فستطبعون من حيث لا تعلمون. وشكرا. في الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية لدعم فلسطين معنا السيد أحمد السافي اللي هو ممثل حزب العمال. سي أحمد مرحبا بك. يعيشك. سي أحمد، كان تفسر لنا أو تعطينا يعني موقف حزب العمال من قضية التطبيع الإسرائيلي. بالنسبة أولا باش نقدم موقفنا في مستوى النيابي، يعني في إطار المجلس الوطني التأسيسي. نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة لحزب العمال كان موقف ثابت واضح أنه تجريم التطبيع مبدأ لا رجع فيه، باعتبار أن الكيان الصهيوني ذا الكيان الغاصب، وأن الصهيونية هي من المعركة الحقيقية لهذه الثورة. أنا خاصة أنه بالنسبة للدستور يجب أن تتضمن قيم تقطع بالقديم، تقطع بالمنظومة الاستبدادية، وأنه الآلة الصهيونية هي أشرس آلة استبدادية، وبالتالي منع حتى المنظومة الاستبداد في تونس هي جزء من الآلة العامة. وأنه نحن في إطار باب السيادة الخارجية وباب العلاقات الدولية أنه المسألة هذه كانت عندنا حيوية سواء في برنامج الحزب المباشر أو البرنامج اللاحق، يعني عندنا مرحلتين. يعني المسألة هي القطع مع كل أشكال أولا التعامل مع الكيان الصهيوني وإلغاء جميع الاتفاقات الدولية التي يمكن تكرس أولا الهيمنة والتبعية الأجنبية، وكذلك كل أشكال من العلاقات التي تكرس آلية التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة سواء الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمجال الصناعي الاقتصادي فلاحي تجاري. ولنلاحظوها أنه المنظومة السابقة لطالما ليس هناك دستور يجرب هذه المبادئ ولم يرتقي إلى وقاعة الواجب الدستوري مما يفرض على الدولة أن تحترم أولا تعهداتها وتحترم معناها ثقافة شعوبها وتنتصر للقيم الحقيقية في المعاداة الصهيونية. أعتقد أنه مكن معناها النظام السابق باش يبرم العديد من الاتفاقات، كانت بوابة كبيرة معناها لفتح مجال العلاقات مع الكيان الصهيوني سواء في المجال الاقتصادي، والأمثلة عديدة. مثلا تو نحن عندنا بعض الأمثلة التطبيقية في تجارة الأدوية. للآن حتى الحكومة الحالية لم تقطع بين المسألة، أنه في معهد باستور لحد الآن لازالت هناك بعض التجارب التي تجرى على الكائنات البشرية وعلى أطفالنا الصغار تحت طائلة أدوية من أساسها هي أدوية إسرائيلية. صرحتم بكل شجاعة أن هناك العديد من الأطراف داخل اللجان في المجلس التأسيسي يعني لا يرفضون مبدأ التطبيع ويساندونه، يعني لو سمحتم أن ما هي هذه الأطراف؟ بالنسبة في إطار المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة خاصة درست المسألة في إطار لجنة التوطئة والصياغة ولجنة الحقوق والحريات، وأن المسألة تطرح أولا من زاوية خلفيات، لأن هناك أطراف أولا هي تمثل أحزاب سياسية. يعني من هي هذه الأطراف؟ ليس أن نتعامل مع الكيان الصهيوني أو معاداة الصهيونية. هل يجوز التنصيص ونحول قاعدة معناها قاعدة التجريم إلى قاعدة دستورية؟ هنا السؤال الخلاف. هناك بعض الأطراف التي تحت خلفيات أعتقد أنها ليست قانونية من خلفية سياسية كما أطراف التكتل، معناها حزب التكتل وأنصاره كذا، باعتباره يتبنى أولا طرح معناها يمكن في أكثر الليبرالية، يتعامل مع الصديق والشريك الفرنسي بدعوى البراغماتية وكذا الواقعية، وكذلك المسار الديمقراطي كذا، وكذلك معناها حركة النهضة. يعني العديد من العناصر في منظومة دافعت بشدة على المسألة البراغماتية الواقعية، أنه الدستور القادم إذا نصصت فيه على مبدأ التجريم يمكن يؤدي لخطورة في تعاملاتنا الدولية أو مواثيقنا الدولية، ويمكن أن يجعل المجتمع الدولي خاصة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي أن يكون يهدد معناها سيادتنا وقرارنا. يعني المسألة هذه هناك من طرحها من هذه الزاوية، وكذلك أنه من دافع خاصة المسار عنه أن الأجيال القادمة يجب أن نمكنها من فرصة أنه تعاد صياغات جديدة وبناء دولة تونس على أساس علاقات متينة مع الكيان الصهيوني ودولة إسرائيل. يجب تتبع كل مظاهر التطبيع وأن نجعل وننشأ بالإضافة لذلك هيئة دستورية تتعلق بمرصد وطني لمتابعة كل أشكال التطبيع. السلام عليكم. معنا السيد عارف المعالج عضو مجلس الشورى بحركة النهضة. يتهمكم من عديد من الأطراف أنه حركة النهضة متواطئة من خلال إجراءاتها في الحكومة، وأيضا لا ترفض سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم أنه صدر بيان خلال مؤتمرها الأخير. ما هو ردكم عن مثل هذه الاتهامات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أريد أن أقول أن موقف حركة النهضة هو موقف موثق، سواء كان في قراراتها الصادرة عن المؤتمر أو في أدبياتها التي تؤكد
بأن العداء القائم بين الكيان الصهيوني والأمة العربية والإسلامية هو عداء أزلي، ولا يمكن أن نوفر حظوظ نجاح أي ثورة عربية وأي حضارة عربية وإعادة إعادة الأمة العربية إلى العزة متاعها إلا بإزالة هذا الكيان الذي أو السرطان الذي بثه أعداء الأمة في قلب الأمة العربية. هذه لا يمكن أن يزايد أي أحد، ونحن نعرف أنه الصهاينة نفسهم يقروا بأنه أول عدو لهم في المنطقة العربية هي الحركة الإسلامية. فيما يخص التطبيع وتجريم التطبيع كذلك نريد أن نؤكد بأن حركة النهضة هي من أول من دعا من بين الفصائل السياسية في تونس إلى ضرورة تجريم التطبيع والتنصيص على ذلك في الدستور، ولا تزال تصر الحركة على ذلك، وإن شاء الله مع تلقى الدعم من الأطراف الأخرى. وعلاقتنا احنا ونجم نقول أن كل التطورات اللي صارت الأخيرة أو ربما الإرباك اللي صار الأخير من محاولة إثارة الفتنة ببث الأفلام المسيئة للمقدسات الإسلامية والاعتداء على شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا يأتي في إطار ربما بعض القوى الصهيونية التي تحاول أن تشوش على هذه التجربة التي أفرست أنظمة وأفرزت حكومات وطنية وإسلامية، اللي نحن نقول أنه هذا يأتي في إطار محاولة الإمبريالية العالمية والصهيونية العالمية من أجل إرباك هذه التجربة. وهذا دليل على أنه العداء هو عداء متبادل بين الحركة الإسلامية وبين حركة النهضة بالذات، وهذا الكيان اللقيط الذي زرع في قلب الأمة العربية من أجل إضعافها ومن أجل إفشال أي محاولات النهوض وأي محاولات إعادة العزة لهذه الأمة. وأنا أشير إلى ما ذكر في إحدى الحوارات التي جرت مع السيد وزير الصحة، والتي أكد فيها على أنه من بين الإشكاليات التي القائمة حاليا في توفر الدواء في تونس أنه اتخذت حكومة الترايكة قرارا بمقاطعة كل الشركات المنتجة للأدوية والتي لها ارتباطات بقوى ورأس مال صهيوني ورأس مال مرتبط بالدولة الإسرائيلية. وهذا كان عنده انعكاس واضح، وكان في مداخلة سابقة قام السيد وزير الصحة العمومية بالتأكيد على ذلك، وقال احنا قاعدين نحاولوا كيفاش نعالجوا الإشكالية في نقص الدواء هدايا الناتج عن مقاطعة بعض الجهات الصهيونية المرتبطة بالدوائر الإسرائيلية والتي هي تعمل في إنتاج في مجال إنتاج الأدوية. وهذا دليل على قاطع على أنه الشعارات التي ترفع فيها الحركة ما هي شعارات إعلامية فقط، بل هي تتجسم يوما بعد يوم في خطوات جريئة من أجل فك الارتباط بكل الدوائر سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو ثقافية واللي هي مرتبطة بالكيان الصهيوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا السيد عبد الوهاب معطر وزير التشغيل. نحن الآن من خلال الندوة يعني تهتم بقضية التطبيع مع إسرائيل، لو نريد أن نعرف يعني موقف حزب المؤتمر من هذه القضية وهذه المسألة. نعم، حزب المؤتمر تكلمني مش كوزير تشغيل، أنا نتكلم تو كقيادي في الحزب واحد مؤسسيه. المؤتمر الجمهورية من يعني حتى في الناس المؤسسين متاعه في عام 2001 وفي البيان التأسيسي وفي كل مواقف من 2001 إلى اليوم عندنا رؤية واضحة على أساس أن الكيان الصهيوني هو رأس حربة للإمبريالية العالمية ولقوى الاستبداد في العالم، وهو مزروع في الوطن العربي بهدف واضح هو منع العرب من أن ينهضوا، من أن يحققوا الديمقراطية، من أن يحققوا الكرامة إلى غير ذلك. وبالتالي كان موقفنا دائما هو معناتها إدانة هذا الكيان كله وإدانة كل من يتعامل معه، وبالتالي نحن في مقدمة الناس الذين ينادون بالتجريم التطبيع إليه. هذه مواقفنا متتالية سواء في كتاباتنا في بياناتنا أو في مواقفنا السياسية. احنا مثلا اليوم نتعامل مع حركة حماس ولا نتعامل مع جماعة رام الله، لأن جماعة رام الله رأينا أنها لا ترى مندوحة من التطبيع، وبالتالي نحن دائما مع القوى الراديكالية الفلسطينية في هذا. وهذا طبعا كما قلت منذ حين ما هوش سبب لأن حبا في فلسطين، لكن حبا في الثورة التونسية وفي كرامة تونس وفي عروبة
وتونس المسلمة. يعني هذا أمر ضروري. والصهيونية هي جزء من مخطط يريد أن يقتل هذه الأمة. سيدي الكريم، لو تعطينا بعض المظاهر منذ العهد البائد التي مظاهر التطبيع يعني التي صارت في تونس مع إسرائيل أهمها. والله في عهد المخلوق كانت وصلنا إلى وقاحة أن عملنا مكتب تجاري صهيوني هنا، وبعثنا مكتب اتصال في إسرائيل. يعني هذا قمة معناتها رسمية، علما بأن ما خفي هو أن الوثائق الموجودة في حاليا تو حتى في رئاسة الجمهورية تثبت أن المخلوق كانت له علاقات وطيدة شخصية مع زبانية الصهاينة في تل أبيب. بالإضافة لذلك رينا أن مثقفين تونسيين جامعيين وفنانين يتلبسون بالتعاون الثقافي والرياضي والفني ومشاو حتى لإسرائيل معناتها الكيان الصهيوني. يعني هذايا طبعا هو هذايا عملية تسرب بشوي بشوي، ويحبوا معناتها باش يوصلوا لنا يقنعونا بأن هالكيان الصهيوني راهو شيء طبيعي، هو معناتها مسألة جغرافية ماهيش مسألة وجود. احنا بالنسبة لنا احنا الكيان الصهيوني والأمة العربية قضية وجود مش قضية جغرافية. سيدي الكريم، العديد يتهم الحكومة بالتواطؤ، نعم بالتواطؤ، خاصة في مستوى إجراءاتها في هذه المسألة يعني. والله بالعكس، يعني احنا الحكومة، يعني انا تو نحكي حزبيا، يعني احنا ما نجموش نقبلوا باش ندخلوا في تروكة مع حركة النهضة مثلا اذا كان نعرفوا شنو موقفها من الموقف بالنسبة لنا موقف اساسي. يعني وبالتالي سواء النهضة ولا التكتل كترويكا والا في الحكومة ماشي اللجات اللي اتخذناها. بالعكس، يعني هل دعونا معناتها عندنا علاقات؟ بالعكس، يعني لا اتصور الموضوع لم يطرح ولا أتصور أنه سيطرح. يعني أمر من باب تحصيل الحاصل هي المعاداة للصهيونية. يعني أنتم تعرفوا في تونس شكون اللي جاء في حركة النهضة وجاء للمؤتمر بتاع حركة النهضة اللي هي أقوى حزب في هو حركة حماس. رئاسة الجمهورية شكون اللي أول رئيس عيطت له وزير أول هو معناتها نتاع حماس. يعني وبالتالي في بالي ظاهرة الأمور، يعني اللي يقول العكس هذا حقيقة نقول ورينا. على كل أنا ثابت عندي، أنا ثابت أمر مفروغ منه أن هذه الحكومة وأن الأحزاب المشكلة لها هي معادية للكيان الصهيونية وغير قابل للتطبيع معه مطلقا، وما تجمش تطبع معه لأن هذا أحد استحقاقات الثورة في تونس. تو سامبلومون. أنا السيد الحبيب بوعجيلة، إعلامي، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا. سيدي الكريم، نريد أن نعلم قبل كل شيء يعني ما هي أهم مظاهر التطبيع سياسيا واجتماعيا وخاصة ثقافيا، بما أنكم رجل يعني عملتم في مجال الإعلام منذ العهد السابق، يعني فيما يتجلى ذلك؟ هناك أشكال عديدة من التطبيع. تونس عاشت التطبيع الأكاديمي في علاقة بالكيان الصهيوني. نذكروا كلنا مؤتمر الجغرافيين اللي انعقد في تونس وعقدته إحدى الجمعيات واللي استدعته معناها باحثين وأكاديميين من الكيان الصهيوني، وتصدى الأساتذة الجامعيون الوطنيون لهذا العمل. هناك تطبيع كبير معناها باعتراف العديد من الباحثين في هذا الاتجاه. الأستاذ الحبيب القصدغلي اللي هو الآن عميد كلية الآداب، هو وسي عبد الحميد لرقش اللي هما جزء الآن من مسار الاجتماعي ونداء تونس، بعض منهم التحق، كلهم نعرفوا اللي هما يعترفوا ويأكدوا على ضرورة ربط العلاقة مع الكيان الصهيوني معناها علميا وأكاديميا، ولا يترددون في حضور الندوات العلمية اللي يحضروا لها الصهاينة. نتكلم أيضا عن تطبيع سياسي. العديد من الجمعيات والمنظمات اليوم في تونس وخصوصا بعد الثورة، ونحن نعرف حتى قبل الثورة كانت في آخر التحليل يعني جزء من منظومة وشبكة دولية يعني مخترقة من الكيان الصهيوني، سواء في نوعية طرح القضايا من نوع مثلا وصلنا في وقت من الأوقات نطرح في قضايا المثلية الجنسية ونطرح في قضايا الحريات الخاصة، حرية الجسد إلى آخره، ووصلنا نطرح حتى في مسألة قضايا الأقليات، وكأن تونس معناها ما عندهاش تجانس قومي وتجانس معناها ثقافي. هذا تطبيع جمعياتي. ونتحدث كذلك عن التطبيع السياسي، وانا نعتبر أن كل من ساند الاستبداد في فترة ما قبل الثورة وكل من يحاول اليوم يجهض خط الثورة وتحقيق أهدافها هو في آخر الأمر يطبع مع كيان صهيوني يدرك جيدا
جيدا أن هذه الثورات العربية ستتجه نحو إزالته كدمل في جسم أمتنا العربية. دونك أشكال التطبيع هي في آخر الأمر متعددة، يكفي فقط أن نكشف عنها. السلام عليكم، معنا الأخ مطيع إبراهيم والأخت ولاء إبراهيم. مرحبا بكم أخواني، جيونا من غزة فلسطين. شكون نحب ناخذ الأطراف اللي قامت بدعوتكم؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني أصالة عن نفسي ونيابة يعني عن الشعب الفلسطيني وعن الأخوة في قطاع غزة خاصة، يعني نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوة يعني الشعب التونسي عامة والأخوة في الجمعية التونسية لنصرة فلسطين. يعني نتقدم بالشكر الجزيل يعني على كل ما قدموه لنا من دعم ومن تعزيز ومن استضافات في هذا المؤتمر. يعني الصحيح يعني الشعب لا يمكن أن تصف يعني المعاني يعني دعمه لنا وتعزيزه، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور تونس التاريخي في دعم القضية الفلسطينية واللحمة بين الشعبين، الشعب الفلسطيني والشعب التونسي العظيم العريق. ولذلك يعني نحن جئنا بناء على دعوة قدمت من طرف الأخوة في الجمعية التونسية لدعم فلسطين لحضور المؤتمر، يعني الذي يعني مجرد أن تكون هناك حراك في هذا الإطار، يعني محاربة التطبيع ويعني الإصرار على أن يكون هناك بند في الدستور يجرم التطبيع، فهذا يعطي انطباع بمدى حضور القضية الفلسطينية في نفوس الشعب التونسي ومدى استعدادهم لاستعداء إسرائيل الاحتلال الصهيوني الغاصب للأرض الفلسطينية. ولذلك نحن يعني لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في استضافتنا وفي دعم الإخوة في تعزيز صمود الإخوة في قطاع غزة. ولذلك شكرا جزيلا لكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم أعمالكم وأن يجعل جهادكم وجهدكم إلى الجنة إن شاء الله عز وجل. أخت ولاء مرحبا بك. أخت ولاء، ما هو انطباعك عن المحتوى الذي يقدم اليوم في هذه الندوة؟ والله بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرمنا بأن نزور تونس وأن تكون في هناك ثورة في تونس خلعت نظام مستبد وظالم، وأن أكرم الله تعالى بأن نزور تونس. يعني هذا كان شيء من الخيال أن أهل غزة أن يأتوا ويطأ أقدامهم أرض تونس. سعيدين جدا بأن هناك جمعيات تهتم بالقضية الفلسطينية، تريد أن تعيد القضية الفلسطينية بريقها على باستثناء اختلافات الرأي. فأنا أقول أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. هناك الكثير من الناس كل شخص لديه آراءه السياسية معتقداته، ولكن الأهم شيء أن القضية التي تجمعنا هي قضية فلسطين. فيعني فشيء جميل أن تكون هناك جمعيات تدعم القضية الفلسطينية، تركز على القضية الفلسطينية، تري الناس ماذا يحدث في فلسطين، تجرب التطبيع مع الاحتلال الفلسطيني حفاظا كرد جميل ووفاء لدماء الشهداء. أختي الكريمة، أكيد العديد من المشاهدات التي يشاهدنك ويعني يتمنين كلمة، ما هي رسالتك إلى المرأة التونسية؟ رسالتي إلى المرأة التونسية أوصيها أولا بأن تربي أبنائها تربية صالحة، التربية الإسلامية، لأن الأم هي كل شيء. أنت من تزرعي، أنت من تنشئي جيل قوي. رسالتي إليها أن تزرع حب فلسطين وحب المسجد الأقصى في قلوب أبنائها. نحن نريد أن يعود بريق القضية الفلسطينية أن تكون دائما حاضرة في قلوب الأطفال أولا. لاحظنا أن اليوم تمت ربما أحداث من نوع يعني أحداث أدت إلى انقطاع هذه الندوة بسبب شباب ينتمون إلى التيار القومي بدعوى الإمبرالية إلى غير ذلك عند تدخل عضو وزير التشغيل السيد عبد الوهاب معطر. ما هو موقفكم من ذلك؟ اولا بالنسبه هذه في اطار ندوات الفضاءات، فضاءات سجليه حواريه يفترض فيها عاده الحوار والنقاش والجدل، وكذلك الوضع العادي هو وضع مشحون ووضع متوتر. وباعتبار السيد المتدخل الثاني نائبي زميلي ورفيقي الاستاذ عبد الوهاب معطر، اعتقد انه المجتمع معناها الذي جاء لكي لا يعارضه فقط، ولكن جاء معناها لم يتعامل معه كطرف او نائب في المجلس التاسيسي، ما اكثر منه تعامل معه كطرف حكومي.
وثانيا أنه يحمل أحلام، وخاصة أنه بالفعل أنه يسائل أكثر باعتباره كان يمثل معناها إيديولوجيا ونظرية وعقيدة تعادي الصهيونية ككل. وبالتالي الطرف هذا اللي يكون يدعي أنه هو اليوم قومي وأثار هذا الإشكال، أولا هو جدل طبيعي في مرحلة انتقالية، وكان يمكن ما يكونش الاستفزاز من الطرفين وتقبل هذا الشباب، لأنه الشباب يحمل القيم هذه الحيوية وينظر إليه هو صاحب السلطان، وينظر إليه هو الحكومة، ومن هو في الحكم اليوم لحد الآن لم يقطع بالتطبيع، لم يقطع بهذا التطبيع، لم يسعى. صحيح الأستاذ عبد الوهاب باعترف مع كتلة المؤتمر يدافعون، وبالفعل هم قد صوتوا مع هذا المشروع وسينادون من أجله، لكن هذا راهو عادي أنه الشعب التونسي لا يفرق بين صفته الحزبية أو صفته السياسية أو صفته التأسيسية أو صفته الحكومية، هو ينظر إليه كحكومة. وخاصة الأستاذ عبد الوهاب باعترف في مداخلته دافع عن الحكومة وقال هناك متناغم، والحال الحكومة غير متناغمة باعتبار كما قال زميل متداخل هناك من في الترويكا خاصة من كتل حركة النهضة ومن الاشخاص المستقلين هم ضد هذا المبدا ويراه لا يمكن التنصيص عليه في الدستور. بالتالي كان من الافضل ان لا يكون جو متشنجا. المتدخلين هو شبان صغار صحيح ما حقمش جو يتكلموا بالطريقه هذه، وكان على المتدخل يكون اكثر هدوء واكثر رصانه، خاصه انه هو رجل سياسه. ولكن التدخل كان يعني قبل ان يتكلم ويتحدث الاستاذ يعني عبد الوهاب معطر، الا ترون ان ذلك مفتعل؟ هو لا اعتقد غير مفتعل باعتبار الاشخاص الطرف هذا كان جاء طرف يمثل فكر اخر، مثلا فكر ليبرالي، هو طرف يمثل فكر قومي. وهناك نحن في تونس ما اضر التونسيين هو وخاصه العرب هي النرجسيه، وكل طرف يدعي نفسه انه هو ملك القوميه او اب القوميه، والجيل هذا اللي جاء هو يعطيه صحن وجاء جيل وجاي يحاور، من كان بالاحرى له هذا الجيل ان يناقش، أن يقدم خاصة أحد مظاهر التطبيع التي لم تقطع مع الحكومة، أن يقدم بعض مواقف الأطراف السياسية المعارضة، أن يقدم حتى من في المؤتمر من هم في علاقة بالصهيونية وفي علاقة بالارتباطات بالجوسة بالحكومة، كان عليه أن يعري ذلك بدون الاتجاه الأساليب التشنج أو إحداث الحس أو الغوغاء أو الإحداث هذا. ما هو موقفكم الآن من هؤلاء الشباب الذين قاموا يعني بتدخل واتهموا الحكومة بالإمبريالية حتى فقط يعني عند ظهور السيد عبد الوهاب معطر؟ هذوما شباب أنا نعتبر إن شاء الله ربي يهديهم لأنهم مدفوعين، واللي دافعينهم واضح جدا منهم الآن اليوم المعركة. منهم مثل؟ أنا نعتبر بقايا التجمع يلعبوا في دور، جزء من اليسار اللاوطني الغبي اللي أصبح يقف جنبا إلى جنب مع القوى معناها القوى الردة، وجزء حتى من قوميين لا الحقيقة أوافق كثيرا على تسميتهم بهذا الاسم، لأنهم في آخر الأمر مش مدركين وين المعركة الرئيسية في تونس. يتصوروا أن المعركة الرئيسية في تونس هي مع القوى الوطنية الآن اللي متشكلة في حكومة الوحدة الوطنية، واللي تاريخيا كانت قوى مقاومة للاستبداد وبالتالي مقاومة للصهيونية، لأن كل من كان يقاوم بن علي في الصفوف الأولى إنما كان يقاوم خياراته السياسية وخياراته الثقافية. هذوما ناس وقت اللي احنا كنا نقاوموا في بن علي في 18 أكتوبر 2005 جماعة منهم قالوا لنا الديمقراطية ما هيش مطلب، هي نمشي ونحرروا فلسطين وخلي بن علي يحكم، لأنه يعتبروا أن الديمقراطية شعار متاع أمريكا وشعار الشرق الأوسط الكبير، في حين أنه احنا قلنا لهم راهو مقاومة الصهيونية تبدأ بإسقاط الأنظمة العميلة للصهيونية. وجماعة منهم قالوا لنا الواحد قاوموا في بن علي وانتم واقفين جنبا إلى جنب مع الرجعيين. يعني في آخر الأمر رغم اللي في 18 أكتوبر وقتها المعركة الرئيسية كانت مواجهة بن علي في قمة المعلومات اللي كان باش يحضر فيها الكيان الصهيوني ممثل في المجرم معناها شارون، وفي الآخر معناها حضر سرا سيلفان شالوم وزير خارجية الكيان الصهيوني في ذلك الوقت. هذوما ناس تاريخيا لم يكونوا في مواجهة الاستبداد، كانت بوصلتهم ضايعة وإلى الآن بوصلتهم ضايعة. اليوم اللي يقف جنبا إلى جنب في المظاهرات وفي التظاهرات وفي المواقف السياسية مع ناس مطبعين يقفوا معه جنبا إلى جنب ويرفع معهم في نفس الشعارات في مواجهة حكومة الوحدة الوطنية، ويرفع معهم في نفس الشعارات داخل المجلس الوطني التأسيسي، ويكتب معهم في جرايدهم، ويقف معهم جنبا إلى جنب في شرفات الاتحاد. أنا كتبت وأنا نقابي في آخر الأمر كتبت مقال تألمت فيه ألما كبيرا على شرفة الاتحاد اللي دنسها قوى نعرف تماما أنها قوى مطبعة مع الصهيونية وتخدم في شبكات دولية مطبعة مع الصهيونية، واقف إلى جنبهم القومي وواقف إلى جنبهم اليساري الوطني. طرحت عليهم سؤال: ماذا تفعلون إلى جانب المطبعين؟ وانتم اليوم ترفعوا شعار
يعني مناهضة التطبيع وتواجهوا في حكومة الترويكا بدعوى أنها ستكون حكومة مطبعة. ما نعرفش يعرفوش مواقف المؤتمر من أجل الجمهورية، يعرفوش الموقف الأخير اللي أصدرته حركة النهضة في مؤتمرها الأخير. الحديث على تصريح سي مصطفى بن جعفر هذا يحتاج إلى تدقيق، وبالتالي أنا أقول لبعض قوى وبعض الشباب المدفوعين في حقيقة الأمر برؤى وتصورات أخرى، هات نثبتوا المعركة الرئيسية اليوم في تونس شكون؟ هات نثبتوا العدو الرئيسي اليوم في تونس شكون؟ أليس هو المنظومة القديمة التي أصبحت تطل برأسها واللي تحب ترجع تونس إلى نفس مواقعها في علاقة بالصهيونية وفي علاقة بالإمبريالية؟ إلى ندرع المعركة مع هالقوى هذه متاع الردة، ولا المعركة مع قوى وطنية نجم نلتقيوا معها على الأرضية الثقافية وعلى أرضية الهوية العربية الإسلامية ومناهضة الإمبريالية والصهيونية؟ نهارة اللي الشباب هذا يطرح السؤال هذا على نفسه سيجد نفسه بعيدا عن هذه المغالطات. أنا شفت مظاهرات واعتصامات هنا في صفاقس، شفت قوميين ناضلنا جنبا إلى جنب في مناهضة الصهيونية، وشفت يساريين وطنيين قاومنا جنبا إلى جنب الصهيونية، ريتهم واقفين جنبا إلى جنب مع أساتذة جامعيين ونشطاء حقوقيين لا شك في تطبيعهم ولا شك في أنهم مرتبطون مع الدوائر الثقافية والسياسية والجمعياتية الصهيونية العالمية والقوى الإمبريالية وحزب فرنسا. أنت شنية تونس اللي تحب تبنيها؟ تونس العربية الإسلامية المنتصرة لقضيتها الفلسطينية، وإلا تحب تسقط هالحكومة هذه حتى لو عادت تونس إلى القوى اللي أنت واقف معاهم جنبا إلى جنب واللي نعرفوا تاريخيا وين هزوا تونس في علاقة بالإمبريالية وعلاقة بالصهيونية. شكرا سيدي الكريمة. وموقفكم من خلال يعني التصرف الذي قام به جملة من الشباب القوميين اليوم حتى قبل تدخلكم؟ شوف هذوما المجموعة اللي جات أنا ما ثبتش هم أشقياء، نتصور هم أشقياء، ولكن بعد ظهر اللي هم من جماعة هذوما اللي كانوا من جماعة عم روحهم قوميين، وكانوا في العهد السابق كانوا يدعموا في بأشكال مختلفة، يدعموا في المخلوع ويتحالفوا مع القوة اللي راغبة في التطبيع في هذا. اليوم ما يزادوش علينا، واللي حدث اليوم نقول نتاع ناس يريدون ان يتموقعوا، يريدوا ان يزايدوا، ويريدوا ان يعني يتخندقوا في خندق معناتها معاداة الحكومه، معاداة للثوره. وهذاك علاش التصرف اللي قاموا به اليوم هو تصرف يعني يريد اشهاد هذه التظاهره لا اكثر ولا اقل، وانا شخصيا ادعو لهم بالهدايه والرشد. شكرا سيد الكريم. هناك انقطاع نتاسف عليه من طرف قوميين، يعني طلاب قوميين اتهموا الحكومه بالامبرياليه، يعني عند تدخل وزير التشغيل السيد محمد ماطر. نريد يعني موقفكم من هذا التصرف. نحن ندرك تمام الادراك وبشكل يعني واضح ان الشعب التونسي في هذا الوقت يعني في مخاض عسير، وندرك طبيعة الاستقطابات السياسية التي تحدث داخل، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل البلاد. في لحظة ولادة دستور جديد يمكن أن تحدث الكثير من المشادات والكثير من الإشكاليات والكثير من اختلاف وجهات النظر، يعني التي تنعكس يعني في كل اللقاءات وفي كل المؤتمرات وفي غيره. فهذا أمر طبيعي يحدث، ونحن ندرك طبيعة الحالة السياسية المعقدة، خاصة بعد يعني زمن ليس بالقصير يعني في عمر الدول، يعني من النظام السابق يعني الذي أسس للفساد وكانت له استبداد وكان له تواصل مع جهات خارجية، يعني حاولت بكل السبل يعني طمس الهوية التونسية. نحن ندرك أن طبيعة التعقيد في الحالة السياسية، ولكن نحن ندرك أيضا أن هناك يعني فئات قد لا تكون يعني تتعامل بنفس الإطار وكما هو مطلوب منها في فهم طبيعة الدور التونسي وفهم التعامل مع الأطر الخارجية أو الدول الأخرى. يعني لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن تمر هذه الفترات على خير إن شاء الله رب العالمين، وأن يعني يكون هناك تأسيس لدستور يعني يتقدم بالبلاد إلى الأمام إن شاء الله رب العالمين. أعيد أخي الكريم، يعني هل تثقون حقيقة بمن هم لا يدعمون القضية الفلسطينية القضية السورية، يعني أن يؤمنوا يعني بقضية التطبيع وعدم سنة التطبيع مع إسرائيل؟ والله يعني أنا لا أخفيك سرا، يعني هذا يعني نحن نعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم لكل الأمة الإسلامية،
وتنعكس المواقف على الدول الأخرى بانعكاساتها على طبيعة. فالنظرة للقضية الفلسطينية وطبيعة التعامل مع القضية الفلسطينية تنعكس يعني سواء إيجابا أو سلبا. فالذي يتعامل بشكل إيجابي مع القضية الفلسطينية يعني نحن نعلم أن هناك دافعية ووطنية والتزام بالدافع الديني والأخلاقي والوطني والقومي تجاه القضية، يعني بشكل أكيد مباشرة سيندرج وينسدل هذا التعامل وهذه النظرة بالوطنية إلى الأطر الأخرى، يعني سواء سوريا أو غير سوريا، سواء يعني بقية الدول العربية. فتبقى دائما القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي يعني هي التي تميز ما بين من ينظر إلى القضايا الوطنية سواء فيما يتعلق بتونس أو غير تونس، وبين من ينظر إليها على أساس أنها قضايا ثانوية لا تعبر بالضرورة عن اهتماماته أو انشغالاته.